السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بيكم في فيديو جديد. فيديو النهاردة هوريكم فيه خدع المعارض. ايه هي خدع المعارض؟ الشكل اللي انتوا شايفينه ده، المنظر الجميل والشياكة والفخامة اللي بنخش نشوفها في المعارض ديت والفينش العالي قوي، بيبقى ده اللي مستخبي وراه. شايفين البضاعة اللي محطوطة؟ الظهر فيه شوال، والسفنج بتاع الظهر كله زي ما انتم شايفين كده سفنج مفروم، وسفنجات رديئة جدا من الكثافات اللي هي ضعيفة. غير ان يعني طلعوا في وسط السفنج دوت زبالة كتير، اكياس شوكولاتة وبسكوت ومعرفش مشمع وحاجات كده رهيبة. زي ما انتم شايفين دي البضاعة اللي في الظهر، نفس الحكاية اللي في الودان بتاعة البرجير ده، ونفس الوضع طبعا ايه الدراعات بتاعة التنجيد. تعالوا نشوفوا بقى طقم الانتريه دوت. هو طبعا 2 برجير، ماشي، ده البرجير التاني وكنبتين. طبعا بيطلع الطقم من المعرض مفهوش غلطة ومفهوش كلمة. وعشان ما نظلمش، طبعا في معارض بتبقى معروفة بشغلها الرخيص، وفي معارض بتبقى غالية وبرضو بيبقى الشغل جواه فيه قش وكرينة وكلام من ده. ده بشهادة ناس أصحاب الشغل يعني. قالوا إن هم شارين الطقم بتاعهم من معارض نظيفة وشارينه غالي، ومع ذلك لما جينا فورنا الشغل بتاعهم لقينا جواه قش وكرينة وتراب وخيش والكلام ده. انما دوت من ارض الحاجات اللي احنا شفناها بصراحة. زي ما انتم شايفين كده، بصوا البضاعة اللي الناس بتتخدع فيها وتفكر ان الطقم مليان سفنج ومليان مرتبة معرفش ارتفاع قد ايه. بصوا الشكل، بصوا الزبالة اللي طالعة من الطقم عاملة ازاي. فطبعا لما تروح عند منجد ويقول لك الطقم يعمل قد كده، اهم حاجه بس يكون عنده ضمير ويحط لك بضاعه نظيفه. ما تستخسرش في شغلك، لان انت لما تروح معرض وتدفع فلوس كده انت بترمي فلوسك. لان الحاجات اللي زي ديت يعني سنه كبرها، سنه بالكتير، وبتبوظ وبتهبط وبيبقى فلوس واترمت على الفاضي. فلا، مادام كده كده هندفع فلوس، نزود شويه ونروح نعمل عند صنايعي نضيف يطلع لنا شغل مظبوط. تمام. ما تنسوناش بلايك وشير واشتراك في القناه، والسلام عليكم.